بصوا بقى، انا من ساعه ما بقيت بعمل المكون الحلو ده كده وبحطه في الرز ولبن، بجد بيخليه كريمي وحلو جدا. تعالوا بينا نشوف الطريقه ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه هقول مقادير اللتر اللبن بحط عليه نص كوبايه من الرز، بسيبه يتسلق وبعد كده بغطي عليه وبسيبه لحد ما ينفش. اول ما الرز نفش معايا كده حطيت عليه اللبن، تمام. بعد كده بقى بحط ايه، بحط فانيليا، رشه الفانيليا بتديله ريحه وطعم حلوين. السكر حطوه حسب الرغبه بتاعتكم، بتحبوه مسكر قوي او لا. بعد كده بحط معلقه كده من السمنه البلدي. عاوزه اقول لكم ان معلقه السمنه البلدي دي بتفرق جدا جدا في الطعم. وكمان حطيت رشه جوز هند، دي حسب الرغبه برضه لو انتوا عايزين. تعالوا بقى اما نعمل المكون القمر اللي بيخليه كريمي. لتر لبن بياخد نص كوبايه من الميه او نص كوبايه لبن، اهم حاجه يكونوا سقعانين، تمام. بعد كده حطيت معلقه من النشا ومعلقتين كبار كريم شانتيه، وهفضل اربهم كده بالطريقه دي بالمضرب لحد ما القوام بتاعهم يبقى كريمي. بصوا شايفين عامل ازاي. اول بقى ما الرز ولبن كده تحسوه ان هو خلاص داخل في السوي ومسك نفسه كده وبقى حلو، هنحط عليه الخلطه اللي احنا عملناها دي دلوقتي، اللي هي دي. بصوا بقى، هتحسوا كده بفرق في الشكل والطعم وكمان القوام، هتحبوها جدا 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 وهتعتمدوها على طول ان شاء الله. قلب قلب بقى. وبعد كده هنا الرز ولبن كده بتاعنا اصبح جاهز، يعني انا هسيبها كده 5 دقايق تغلي مع بعض. بصوا عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، كريمي كريمي يعني. بعد كده بقى بنرصصه في الاطباق براحتنا خالص خالص. وبعد كده ببدا ان انا احط من عليه من فوق الوش جوز هند، زبيب، اللي انتوا عايزينه خالص، وممكن تسيبوه ساده. انا الصراحه ما بحبش ابو مانجا ولا ابو شوكولاته ولا الحاجات اللي طالعه جديده دي. عايزاكم بقى تعملوا منشن كده في البوست ده لاكتر واحده بتاكلوا من ايديها طبق الرز ولبن الحلو ده. واهم حاجه اهم حاجه تكتبوا لي بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني من نوعات ساره جمال. باي باي حلوين.